مساء الخير، نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. حلقه اليوم غادي نوجد معكم ثلاثه الاشكال ديال الحلوى كيجيو زوينين بزاف، لذاذين وساهلين في التحضير. فكاين الحلوى اللي غادي نديرها معكم ما فيهاش البيض، وكاين حلوى ما فيهاش الزبده، وكلهم كيجيو هشاشين ورطبين ولذاذين بزاف. المهم غادي يبقى لكم الاختيار، تبعوا معايا الفيديو ما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بسم الله. غادي نبداو بالحلوى ديال الهلال. عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو حمر، غادي نحمرو في الفران وغادي نقشرو كيف ما كتشوفوا معايا، واخا يبقاو لكم شي حبيبات ما مقشرنش ماشي مشكل. من بعد غادي نطحنو حتى يرجع ليا بودر بهذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوا معايا دابا. هنا من جانب اخر غادي ناخذ واحد القصريه، غادي نديرو فيها زلافه الا ربع ديال سنيده وزلافه وربع ديال الزيت. الا كان عندكم زلايف كبار غادي نديرو نص زلافه ديال سنيده وزلافه وحده ديال الزيت. من الاحسن سنيده اللي غادي نستعملوا تكون رقيقه هكا باش كتذوب بسرعه. غادي نحاول نخلطها مع داك الزيت مزيان، ومن بعد مباشره غادي نضيف داك الكاوكاو. هنايا غادي نضيف نص كاس ديال الزنجله. من بعد ما حمرته وطحنته صافي غادي نبدا كنمزج ديك المكونات مزيان مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نبدا كنضيف الدقيق. غادي نضيف 6 الكؤوس ديال الدقيق، الكاس اللي كيوزن 140 ملي. صافي غادي نبقى كنضيفو تدريجيا وكنغربلو حتى غادي نجمع داك العجين. الدقيق من الافضل تكون نوعيته جيده، يعني يكون خاص بالحلويات. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نجمع العجين. وبالنسبه للعجين راه كيكون القوام ديالها رطب، يعني ما تكثروش الدقيق اكثر من القياس. غادي نضيفو 5 ديال الكؤوس والكاس 6 غادي نضيفوه تدريجيا حتى يتجمع لكم العجين ويصبح لكم القوام كيف ما كتشوفوا معايا دابا. من بعد غادي نشكلها بهذا الشكل هذا على شكل حربول. ومن بعد غادي ندير بحال الشكل ديال الهلال، غادي نقادو بحال هكا وغادي نحطو في واحد اللاطه اللي نكون فرش عليها ورق ديال الطبخ. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نعمر اللاطه. ومن بعد غادي ندخلها الفرن اللي يكون مسخن من قبل على 180 درجه. غادي نخليها طيب من التحت حتى نحس بها تحمرات شويه. غادي يبانوا لكم الجنيبات بداو كيتحمروا، غادي نطلعوها الفوق باش تحمر لكم من الوجه ديالها. وردوا معها البال، الفرا دغيا كتحمر غير يبان لكم اللون ديالها الذهب بهذا الشكل هذا. صافي كتخرجوها من الفران، كتخليوها حتى تبرد مزيان، يعني ما تقيسوهاش وهي سخونه لانها غتفرتت لكم كامله. هنا من بعد ما بردات الحلوى غادي نفندها في السكر كلاصي اللي يكون سبيسيال من الافضل باش يلصق لينا في الحلوى، وحتى في الاكل ما كيكونش حلو بزاف وكيكون رطب. دابا غادي نحضروا الحلوى ديال الطبقات. غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت وكاس الا ربع ديال السكر. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى يتجانسوا ليا ونحصل على هاد القوام هذا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي من بعد هنا غادي نتوقف، غادي نضيف قبصه ديال الملحه، غادي نضيف هنايا كاس الا ربع ديال النشا اللي هي مايزينا، غادي نضيف 2 اكياس من خميره الحلويات. وغادي نعاود نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم. غادي نخدمهم مزيان بالطراب اليدوي حتى ما كيبقاوش يبانوا ليا دوك النواشف. دابا غادي نبدا كنضيف الدقيق. غادي نحتاج 500 غرام ديال الدقيق اللي هي 5 الكؤوس ديال العنبه، كاس ديال العنبه الكبير. حاولوا انكم تغربلوا الدقيق، انا غربلته هنايا من قبل. صافي غادي نضيف الدقيق دفعه واحده، ومن بعد غادي نبقى كندخلو في داك الخليط مزيان حتى يتجمع ليا العجين. بالنسبه للقوام ديال العجين كيكون رطب بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، يعني ما تكثروش الدقيق باش ما تجيكمش العجينه قاصحه. صافي دابا غادي نقسمها على زوج. النص غادي نخليه بالفاني والنص غادي ندير ليه معلقه ديال الكاكاو. غادي ندخلها في داك العجين مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد هنايا غادي ناخذ داك العجين اللي بالفاني وغادي نحاول نسرحها حتى يصبح ليا السمك ديالها رقيق. وبنفس الطريقه غادي نسرحوا حتى العجين ديال الكاكاو، يعني بنفس القياس وبنفس السمك. من بعد انا غادي ناخذ واحد الشوكه ولا فرشيط وغادي نبقى كنثقب داك العجين باش ما تنفخش ليا في الفرن. ومن بعد غادي نقلبها فوق داك العجين ديال الكاكاو كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نقسمها في النص. صافي ومن بعد غادي ناخذ الشوكولاته الخاصه بالدهن وغادي ندهنها الطبقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا مزيان. كيعطي هاد الشكلاط واحد المذاق زوين في هاد الحلوى. وهنا غادي ندير شويه ديال الكاوكاو مهرمش. صافي دابا غادي ناخذ دوك الطبقات اللي في الجنب وغادي نحطها مباشره فوق الطبقه اللي دهنا وغادي ندخلوها للفرن. غادي نخليوها طيب على 180 درجه من الفوق ومن التحت، ما تخليوهاش في الفران بزاف باش ما تيبش لكم. من بعد غادي نضيف عليها الشكلاط. ضفت انايا هنايا الشكلاط اسود وابيض، خلطتهم مع بعضياتهم وذوبتهم. صافي غادي نسرحهم على الوجه ديال الحلوى كيف كتشوفوا معايا.
ومن بعد هنا خديت الشكلاط كحل ودرته في واحد البلاستيك اولا جيب الحلواني، وغادي ندير خطيطات بهذا الشكل هذا. من بعد غادي تاخذوا شي عويد اولا كيغدون وغادي تبداو ديو وتجيبوه بحال الشكل ديال الملفاي صافي، وغادي تخليو الشكلاط حتى يبرد، ما تدخلوش الثلاجه، خليوه غير جانبا. من بعد ما غادي يبرد داك الشكلاط غادي تاخذوا واحد السكين حاد وغادي تقطعوا الجوانب باش يجيكم الشكل ديال الحلوه مقاد. ومن بعد هنا غادي تبداو بحال هكا تراسيو، وعاد من بعد كتبداو تقطعوا باش يجيكم الشكل ديال الحلوه مقاد صافي. ومن بعد غادي تقطعوهم على شكل مربع كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي ندوزو باش نحضروا حلوه ديال التمر. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، غادي نضيف لها قبصه ديال الملح، وغادي نضيف كيس من زهره البرتقال، ونص كاس من سكر حبيبات اولا سكر كلاصي اللي متوفر عندكم. من الافضل تكون الزبده بحراره المطبخ. غادي نحاول ندخلها في داك السكر مزيان. ومن بعد هنا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، غادي ندخلو مع ديك الزبده مزيان حتى نحصل على واحد القوام اللي بحال البوماد كيف ما كتشوفوا معايا. وهنايا غادي نضيف الدقيق، غادي نضيف جوج زلاف ديال الدقيق اللي كيعادلوا 500 غرام، يعني كل زلافه 250 غرام. انا ضفت الزلافه الاولى وحاولت ندخل داك الدقيق في داك الخليط، ومن بعد غادي نضيف الزلافه الثانيه تدريجيا. المهم ردوا البال ما تكثروش الدقيق باش ما تجيكمش العجينه قاصحه، لان العجينه ديال التمر كتبغي تجي رطبه القوام ديالها بهذا الشكل هذا صافي. غادي نغطيها بواحد البلاستيك الغذائي وغادي نخليها ترتاح تقريبا 30 دقيقه. هنايا عندي التمر معجون، عندي 500 غرام اللي هي نص كيلو. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال القرفه. غادي نضيف هنايا شويه من زهره البرتقال، وعندي هنايا نص كاس ديال الزنجلان. من بعد ما حمرته الا بغيتو تطحنوه يمكن لكم تطحنوه، انا خليته هكاك صافي. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نبدا كنشكل كريات بهذا الشكل هذا. المهم غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. دابا غادي ناخذ شويه من العجين كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نحاول انني نقادها شويه وندير وسط منها داك المعجون ديال التمر. المهم حتى نغطيه ما يبقاش يبان. انا عندي هاد الطابع هذا هو اللي غادي نستعمل. غادي نحاول انني نحطو على الدقيق مزيان باش ما تلصقش ليا فيه العجين، ومن بعد غادي نطبع بهذا الشكل هذا. طريقه راه واضحه في الفيديو يعني اكثر من الشرح صافي. غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي. كيف ما كتشوفوا معايا راه الطريقه سهله وواضحه في الفيديو. غير حاولوا انكم ديروا الدقيق مزيان في الطابع باش ما تلصقش لكم فيه العجين وتعذبكم. هنا من بعد ما عمرت اللاطه غادي ندخلها الفرن طيب على 170 درجه. غادي نشعل عليها من الفوق ومن التحت وغادي نخليها طيب في مره واحده حتى تحصلوا على هذا اللون ذهبي كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نخليها حتى تبرد مزيان، وغادي نرش عليها سكر كلاصي. الا بغيتو تفندوها في السكر كلاصي كيبقى لكم اختيار. انا حاولت نرشوا عليها شويه من الفوق باش ما تجيش حلوه بزاف، وكيكون هذا هو الشكل ديالها. راه كتجي هشيشه رطبه بزاف ولذيذه. اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. وهذه حلوه ديال الهلال وحلوه ديال الطبقات كيجيو كلهم لذاذين بزاف كيف شفتوا معايا ساهلين في التحضير. فبسلامه عليكم.